جميع الدول العرب. تاريخ المغرب يؤلمكم كثيرا يا اخي. يا اخي انا معلش اكرهك على تاريخك، انت شو عندك تاريخ؟ عندك فاس اسسها ادريس الاول ب 808 اصله من ينبع، عندك وجده اسسها عطيه بن زيري عام 994 هو جزائري، عندك بركان اسس محمد بن عبد الرحيم البركان اصله من الجزائر، تروح على تطوان اسسوها المورسكيين كانت تسمى تطاوين، تروح على اكادير البارحه تاسست في عام 1426. شو تريد النوب؟ مراكش اسس يوسف بن تاشفين عام 1062. ليش عندك من التاريخ حتى تقول لي انا قار على تاريخك؟ اعطيني تاريخ عندك حتى اقار عليك. جارتك الجزائر عندها تاريخ، رقعة جغرافية 2,384,000 كيلومتر مربع، كانت هي أحد التجارة قبل الإسلام في عهد الفينيقيين والكنعانيين بين شرشال وبين عنابة. اللي واحد تونسي البارحه يقول لي عنابه تونسيه، قلت له ايمت كان صار اسمها تونسي؟ قلت له شو اسمها قبل ان تكون عنابه؟ قال لا من زمان اسمها عنابه وتونسيه. جاهل التاريخ ايضا، ترى عنابه كان اسمها هيبون وسماها خير الدين بربروس عنابه في عام 1552 لانها تشتهر في فاكهه العنابه اللذيذه في الجزائر. الجزائر مساحتها 2 مليون او 384 الف كيلومتر مربع من عهد التاريخ، من قبل دخول الاسلام، يعني هذا تاريخ قديم جدا. هاي المساحه اللي موجوده. الجزائر تأسست فيها الدولة الموحدية والزيانية والزيرية والموحدية. الجزائر منها عبد المؤمن الكومي، منها أبو مدين القوث، منها عبد القادر الجزائري، منها أبو عمامة. الجزائر يا أخي فيها المدن، فيها قسنطينة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، فيها تلمسان في القرن الثالث قبل الميلاد، فيها عنابة في القرن السابع قبل الميلاد، فيها تبسة في القرن العاشر قبل الميلاد، فيها دلس، فيها جامعة سوق أهراس أقدم جامعة في التاريخ. الجزائر اللي عم كلمك عليها يا أخي العزيز فيها الشلف مدينة الأصنام. الآن تروح على اليونان شو يقولون؟ سيبرا قالوا ثاني لميدو خرجتوا إيجيريان، يتباهون في حضارة الجزائر العريقة القديمة اللي كانت موجودة كنعانية وفينيقية. فيا أخي العزيز أنا أكلمك من مصادر، أما الكلام المصادر اللي تكلمت عليها روح على الحكم من حكم بعد إدريس الأول، تروح تلقاها بأقلب الكتب من التاريخ. أما أنت إذا حافظ لي كلمتين من واحد اسمه سنايب وواحد كلاب وجاي تفرض نفسك على إنسان خريج تاريخ فهذا شيء ثاني. اللي الان 2 اخوة من المغاربه هربوا، اخي عبد النور والله انا في الدوام واني ترى على فكره ملتبك لاني بالمحل، لو اني بدار افتضيت مضبوط. اذا عندكم النوبه ابعثوا لي ناس من عندكم مؤرخين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.